كده كده بايظه 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 كده كده بايظه 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 كده كده الدنيا تضرب تقلب تصرف فيها ما هي كده كده بايظه 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 كده كده بايظه 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 كده كده. ندوم يا اخواني ندوم. جيت من الشغل متاخر قلت ايه اكل اكله خفيفه اجيب لي اندوميايه في الخباثه الاقي الثلاثه متجمعين. ايه اللي صحاكم؟ ما انتوا مش بتناموا من بدري عشان المدارس؟ صحيوني. دول 5 جنيه لسه. لا وميار بقى قامت جايه نطلي في المطبخ تقول لي استنى بس انا هقول لك الطريقه اصل انت ما تعرفهاش. قال يعني الاندومي اختراع. هنعمل ايه يا ميار؟ قال جهزت لي 3 اطباق كده. معنى الكلام ان هو الخطه وسيف رخر نط لي فين كده. الخطه انا فهمتها كده. الخطه ان انا اتقلبت لا كده يبقى انا مش هتعشى. لا طب المفروض نعمل ايه يا جدعان؟ طب مش فاهم. مش هنكسره ما بنحبهوش. طب المفروض انا بحب اكسره. لا ما بحبش اكسره. وانت مالك؟ انت بتقول قدامك ليه كده؟ يطلع كده اهو. هات لي بس كده. انت تركن على جنب. مش معنى ده هي هتعمل لي. ابعد يا سيف من وش الكاميرا. هي هتعمل لي. ما انا اعمل لك. انا اعرف اعمل لنفسي يا حبيبي. ما انا ما بحبش حد يعمل لي. انا اعمل نفسي. بصوا بقى المفروض ان انا جايب ايه؟ انا هاكل. انا كسبت. هو في الكاس كلها. ايه ده يعني مش مكسب؟ لا امال ايه بقى؟ ده توابل انت بتحطها كلها. بابا كسب ب20,000 جنيه. طب انا المفروض ان انا الاكل دي ليه؟ لا مش ليك بس. كسبت تاني كسبت في تاني اهو اهو. امال دي ايه؟ مش مكسب؟ لا ده توابل؟ ما بتقول لي ما توقعش ما حاجه. عملش اندومي عمال. تقول لي ما توقعش حاجه عشان امي هتيجي بس مش هتعرف تعمل فينا ايه. نعمل اصب بقى ميه ووش عليا. بص على الشيخ كده معايا. راح طلعت. انا صب لي ميه كتير في طبق. شو بحبها. بس كده كفايه. شوفوا ميار هي اللي بتقول لي كفايه ولا مش كفايه بقى. ما هي كده كده بايظ بايظ. اوب المفروض ان احنا دلوقتي بقى بعد ما صبينا الميه عايزه افك معلومه. المفروض نسيبه شويه. عايزه افك المفروض نغطيه كده عشان يستوي افك في معلومه كده. لمده. فدنا في المعلومه. لمدة أيوة. انها تفتح المقص كده وتقعد تقفله عشان حرام. ايوه صح جدع يا يوسف. امال انت بتعمله ليه؟ ولا سيف اداكم نصيحه. بصوا نصيحه مسمسمه زي يوسف. وكده بقى نستنى 5 دقايق ونرجع لكم تاني بعد ما نتفق اسربهم عشان انا اللي اكل الاندومي. لا يا حبيبي. استنونا ما تروحوش في حته. وقبل ده انا نسيت اقول لكم. احنا نسينا اقول لهم ايه؟ نسينا ايه؟ حطوا اللايك بقى يا جماعه. اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. استنونا في الجديد. خليكم معايا. يعني المفروض اعمل ايه دلوقتي يا ميار؟ هنقص دول بس مش هنفتحهم كلهم عشان هم مضرين. يعني طب مضرين نحطهم ليه؟ ما عشان يدوا طعم انا بقى التاني يا ماما. ده بنحط المكسب. ده العيال بيحطوا المكسب. ايوه ما هو توابل من ده جوه طلع تواب. اصلا. انت على الله كيف هوسع كده. مش بتحطوا الميه الاول؟ لا بنحط شويه بعدين نحط الميه بعدين هنحط التوابل. تعالوا كده بصوا بصوا. اما بستغرب بيقولوا الاندومي دي بيبقى فيه حاجات بس انا شايفه نضيف حلو زي لا العسل. نضيف ما تخافش. على فكره ده عباره اصلا عن مكرونه بصوا بقى. بشكل معين. بصوا بقى لا لازم. انا قص ايه. طبعا احمد زي ما دلوقتي بيقول لك وانا شاكب راكب في المصلحه. صح؟ مش كله ما تفتحش يعني ما تاني. افتحش تاني؟ ماشي. العيال بتعلمني معلش. هو عايز أصل يفتح انا وخلاص. جاهل في الموضوع الاندومي ده. انا جاهل فيه معلش. ويقول لكم طبعا الميه لا ده لسه. سخنه ووحوح. يا نهاركم اسوخ. ده العيال مجهزين ميه. ده الكاتل كله. الكاتل دي بيسحب كهرباء. يا راجل نهاركم مش فايت. قالوا انا اقول بدفع كهرباء كتير ليه؟ عشان اندومي.
اعمل ايه بقى يا مايا دلوقتي؟ ثم اضفنا قليل من الشطه ومرقه الدجاج البتوقق، ثم نقوم بالتقليب قليلا. صح يا ميار؟ يلا يا ميار، واحده انت واحده مش كده ولا واحده. بتقلب كده. يا الحريفه يا ابني انا شاطرين في الخيابه موت. طالعين لي. ثم نقوم بالتقليب قليلا. احمد، انا في طبقك ما حطيت لك، مش حاطين لك شطه كتير. ما بحبش الشطه كتير، انا ما اعرفش الشطه دي اللي بتحطوها، هي ناقصه وجع بطن. انا زيك شطه ما يعني بتحبنيش. الفطير ده بكره قليل مثلا وعايز يدوق معلقه. ده انا جايبهم ليا، ايه اللي مصحيهم؟ انا قلت نايمين يلا وقلت ايه؟ ها ننقل بقى هنا، ثم ننقل هنا. فاضل شوكه. ما هنجي شوك معينه بياكلوا بشوك معينه. بياكلوا بشوك معينه. ثم نقوم بالخروج الى الخارج. يلا على بره. ما كده كده بايظه كده بايظه. العيال ديت بوظوني وبوظوا الدنيا. كده بايظه. اوعى رجلك والكنبه والسلمه المكسوره. بصوا بقى، جيت انا اقعد اكل، العيال خدوا الاكل مني. يلا بالهنا والشفا. هخش اعمل لي رغيف جبنه. يلا امر لله. يلا مش مشكله، انا كنت جاي انا اللي هاكل وهنبسط، والعيال نايمين بس هم لهم رزق ولهم رزق كبير يعني. واهم حاجه ان هم ياكلوا وينبسطوا. وانتم اكيد هتحطوا اللايك واكيد هتشجعونا احلى تشجيع من النار. لايكات وشير. وبحبكم قوي. احلى جمهوريه لينا جمهوريه محمد وغدغوده. هننتظرنا فيديوهات ان شاء الله تعجبكم وتكون جميله.